فيديو النهارده متحمسه ليه جدا لان ده فيديو انبوكسنج ودي من اكتر الفيديوهات اللي انا بحبها. بصوا قد ايه. النهارده هنفتح مع بعض المشتريات اللي انا جبتها من ايفون في الاوفرز قبل ما شهر مايو يخلص. اعملوا حاجه اشربوها ويلا اوريكم كل الحاجات اللي انا جبتها. زي ما انتم شايفين كده هو بيجي مقفول. ده بيبقى شكل الباكج وهو جاي مكتوب الاسم والعنوان والحاجات وبيجيلي على البيت. بيبقوا حاطين الاكياس دي عشان خاطر لو في حاجه ازازه تتكسر، وانا جايبه اوفرز برفيوم كتير. وبيجي معاها بيان بكل حاجه انت جايباها بكل الاوفرز باسعارها بالخصم اللي انت اخدتيه. نبدا بقى نشوف ايه الحاجات اللي انا جايباها. بصوا هنخلي البرفيومز في الاخر وخليني اوريكم. اول حاجه انا جبتها الشاور جيل، ده حجمه 500 مللي. طبعا انا كنت عامله لكم ريل عن الشاور جيل والكريمات بتاعتهم اللي هي من اللاين بتاع كير ومن اللاين بتاع سنسز. ده تحفه، ريحته تحفه، ريحته بالكريز وبس لايت، الريحه اللي هي القويه اللي تتضايقوا منها. وطبعا حجمه ده بيقعد كتير جدا، فدي من الحاجات اللي لازم اجيبها في اي اوردر بجيبه. وكمان كان في اوفر على البادي لوشن والبادي كريم. ده البادي لوشن اللي هو بالافوكادو، ده حجمه 720 مللي. بيجي برده مقفول من هنا كده علشان خاطر ما يتفتحش، وكمان بيتفتح تجيبيه كده يتفتح ترجعيه كده يبقى مقفول تاني علشان خاطر تبقي مضامنه ان انت لو شايلاه معاكي في شنطه مسافره او رايحه في اي حته، او لو حد داس عليه بالغلط ولا حاجه ما يخرجش منه البرودكت. هو كمرطب بقى بيرطب الجسم ترطيب عميق جدا، خاصه اللي هو بالافوكادو ده بيبقى ترطيبه عميق جدا، وريحته كانها برفيوم. ريحته حلوه قوي وترطيبه حلو قوي. كمان مع الناس اللي بتستخدم الروتين بتاع جلد الوزه بيبقى من افضل الحاجات، زيها زي يعني اقل شويه تاثير من الشيا باتر. فهو من الحاجات القويه قوي، لانه معظم المرطبات بتاعت كير في منها اللي بينفع لكل انواع البشره فتلاقوه خفيف شويه، وفي منها اللي هو زي الافوكادو ده اللي بيبقى تقيل شويه فبينفع قوي في علاج برضو جلد الوزه. طبعا مش لوحده هو اللي بيضيع الملمس الستروبري سكين ده او جلد الوزه، لا هو بيبقى من ضمن الحاجات اللي احنا بنعملها، اللي هو فكره الترطيب نفسها في علاج جلد الوزه. هي بتبقى من اهم الحاجات انك تفضلي محافظه على الجلد انه ما يتكررش معاه الموضوع ده تاني. دول كمان كانوا في اوفر كده، كان حلو قوي. كانوا الاثنين مع بعض عاملين حوالي 200 جنيه تقريبا او حاجه كده. الاثنين مع بعض كانوا اوفر يعني، فحبيت اجيبهم، خاصه ان انا بحب اللي هو بالبامب ده بيوفر شويه في البرودكت، خاصه في الشاور جل. الاثنين دول ريحتهم تحفه. طبعا حجمهم زي ما انتم شايفين 720 مللي، حجمه كبير جدا، بيقعد كتير جدا، هو اصلا استخدام عائلي، فمن الحاجات اللي ما بستغناش عنها. واظن برضو كنت عامله لكم ريل عنه. ده بقى الهاند ووش، ده حجمه 250 مللي. الهاند ووش ده لافندر كالم هاند ووش. بصوا هو داخل فيه لافندر مع مسك، طبعا مش محتاجه، انتوا اكيد حاسين شكل الريحه هتبقى عامله ازاي. ريحته حلوه قوي وبيقعد برده كتير جدا، وكمان مش بتحتاجي بعديه تحسي ان ايدك بقت ناشفه محتاجه تحط لها مرطب. الشاور جل والهاند ووش بتوع ايفون من الحاجات اللي اصلا مش بتنشف البشره، مش بتحسي بعد الشاور ان انت جسمك ناشف او مشدود، لا اطلاقا. فانا بحبهم قوي، بيقعدوا كتير جدا، وبرده كان جاي في اوفر. يعني معظم الحاجات اللي انا جايباها دي كانت كلها اوفرز قبل ما الشهر ينتهي، فانا الصراحه استغلتها فرصه وقلت اجيبها. في كمان السيرم ده من ادفانس تكنيك. انا بحب اللاين بتاع ادفانس تكنيك جدا. بصوا ده بالارجان اويل. تمام، اللاين بتاع ادفانس تكنيك تحفه في كل الحاجات بتاعته. وده انا جايباه علشان خاطر سلسله الفيديوهات اللي انا بعملها لكم علشان خاطر تقصف الهشام خاصه في الصيف، فعايزه اجربه كده على نهايات الشهر واعمل بينه وبين منتج تاني مقارنه وانزله لكم. فهو من الحاجات اللي كنت برضو جايباها في الاوفرز، وكان سعره حلو قوي، كان في العروض للاعضاء كان سعره تحفه. ايه تاني؟ دي المجموعه بتاعت الاقدام اللي هي باللافندر. ده السبراي بتاع الاقدام، وده الكريم المرطب بتاع نايت كريم، يعني هو ماسك كده بيتحط.
قوامه مش تقيل قوي مش خفيف قوي، مش قوي قوي في علاج التشققات، لكن في الترطيب هو وهم. فانا الصراحه لما لقيتهم برضو هما الاثنين في اوفرز قلت اجيبه، والشهر الجاي نازل لاين جديد من نفس المجموعه دي هجيبه برضو واجربه واقول لكم رايي فيه. طبعا انا برضو كنت عامله لكم ريل عن البادي سبلاش بتاع ايفون، وكنت كلمتكم عن ده وكلمتكم عن كذا نوع تاني، بس ده بقى يا جماعه انا مش عايزه اقول لكم ده يعني الصيف، ريحته حلوه بطريقه مش ممكن، ريحته تحفه، ريحته تجنن وبتفضل ثابته. يعني هما ثباتهم كلهم متفاوت، في اللي بيفضل ثابت فتره طويله يقعد معاكي فتره طويله زي ده مثلا، تمام، وده من الحاجات اللي ريحتهم ثابته قوي. لقيتهم في اوفر برضو كان حلو قوي، سعرهم كان خرافه الصراحه. وانا اي حاجه حقيقي عليها اوفرز بحب استغل الفرصه قوي ان انا اجيبهم بسعر اقل، وخاصة لما اكون هجرب منتجات كتير، لان انا لازم اجرب منتجات كتير واشوف ايه الحلو وايه الوحش عشان لما اطلع اعمل ريفيو ابقى اخدت فرصتي كاملة في اني اجرب المنتجات دي. فانا دول اصلا مجرباهم قبل كده، بقول لكم ان البادي سبلاش او البادي ميست بتاع ايفون الاتنين دول عشق تحفة، مش ممكن. الناس ما بتصدقش انهم من ايفون، بيفتكروهم براند اعلى من كده بكتير. الصراحه ما بقولهمش لا، يعني بقول لهم لا ده مش بس ان بادي، ده ايفون. طب حط لنا، طب رش لنا فعلا، لانه بيبقى ريحتهم حلوه قوي. والماسكارا بتاعت انليميتد دراما انا برضو لسه كنت عامله لكم ريل قريب عنها، اللي هو ده شكلها، قلت اجيبها بقى طالما في اوفرز. ده شكلها قلت اجيبها اخليها علشان خاطر ايه، اعمل ستوك عندي خلصت تبقى موجوده، لان الصراحه انا بقالي فتره كبيره جدا ما جربتش ماسكارا بالحلاوه دي. بصوا بقى بالنسبه للبرفيوم، طبعا ليتل بلاك دريس هحط لكم صورتها، بصوا استنى هحط لكم صورتها، هفتح اوريها لكم. ليتل بلاك دريس من البرفيومز القديمه قوي في ايفون، وريحتها يعني فيري كلاسي كده، وحاجه يعني فيري إليجنت فظيعه يا جماعه. الناس كتير قوي اكيد عارفه هي عامله ازاي. دي ال50 مللي، ريحتها تحفه، هكتب لكم النوتات بتاعتها في جنب الشاشه كده. ودي بقى ايه، دي برفانات رجالي، دي فول سبيد ووايلد كانتري وكمان ابسوليوت اليت. بصوا البرفانات الرجالي بتاعتهم اللاين بتاع فول سبيد ده في اكتر من نوع كده، مش ممكن على ثباتهم وعلى ريحتهم وقد ايه تحفه. فول سبيد دي مثلا في منها اديشن تاني هحط لكم صورته، ودي الريحه بتاعتها روايح موجوده في براندات غاليه قوي، يعني مش هتقولوا مثلا دي سعرها مش حوالي 200 وي، حلوه قوي. النوتات بتاعتها تحفه، الميكس بتاع النوتات نفسه مع بعضه تحفه. البرفانات بتاعتهم فعلا فعلا تحفه. اصلا ايفون كانت شركه عطور في الاول قبل ما تبقى شركه ميك اب او سكين كير او الحاجات دي، فهي ده كان الاساس بتاعها، فهم بارعين الصراحه في موضوع العطور ده. ودول بقى الصراحه دول مش بتوعي، بس جبتهم برضو معايا، قلت اوريه لكم قبل ما صاحبتي تاخدهم وكده. دي رير اونكس ودي رير جولد يا جماعه. رير جولد معروفه طبعا، وده الاديشن الجديد اللي نزل منها. هحط لكم صورتها من جوه، انها مش هينفع افتحهم عشان مش بتوعي. احط لكم صورهم من جوه. شكل الباكجنج اصلا لما بيتحط على التسريحه بيبقى شكله تحفه، بعيدا عن الشكل ممكن تبقى حاجه شكلها حلوه وريحتها مش حلوه، بس هم روايحهم تحفه وبتثبت جدا. يعني لو بتدوري على حاجه ثابته فطبعا البرفانات بتاعتهم ثابته جدا، وده اللي بيخليني بشبط فيها يعني. فكان سعر الاثنين حوالي 500 وي، الاثنين مع بعض والثلاثه مع بعض كان سعرهم حوالي 700 وي برضو، يعني 3 برفانات واحجامهم كبيره. بصوا كمان عايزه اوريكم شكل الوايلد كانتري دي عامله ازاي. بصوا شكلها عامل ازاي، بصوا شكلها تحفه، مفيش حد شمها وما عجبتهوش، تحفه فعلا. دي حجمها 75 مللي،
وريحتها يا جماعه هحط لكم برده النوتات بتاعتها على الشاشه، لو بقى بتدوري تجيبي حاجه لباباكي لاخوكي لجوزك لخطيبك. عايزه اوريكم شكل البرفيوم الرجالي الثالث. بصوا بصوا، يعني سوق اليجانت الصراحه. استنوا. تحفه. لا تاني تاني تاني. تحفه جميله قوي، النوتات بتاعتها جميله جدا، وقد ايه قيمه. يعني تحسي كده دي مش فريش، دي كلاسي شويه يعني، حاساها كده. انا مش بعرف اوصف البرفيومز قوي، بس عارفه لما تبقى في حاجه قيمه كده، حاجه تحسيها فورمال قوي، يعني حاجه تحس ان هي فورمال مش كاجوال يعني. فظيعه فظيعه فعلا. ودي كان حجمها 50 مللي. كده انا اوريكم كل الحاجات المشتريات اللي انا كنت جايباها في الاوفرز، وعلى فكره الاسعار كانت تحفه. كمان الحاجه بتيجي متقفله حلوه قوي، فانا ببقى مطمنه لان انا الحاجه بتجيلي من الشركه على البيت على طول. فدي كانت مشترياتي من ايفون قبل ما العروض تخلص في 5. وان شاء الله هعمل الاوردر بتاع 6 اول يوم في الشهر، لان برضو خدوا بالكم لو عايزين تعملوا تشتروا اي حاجه من ايفون بالذات، هو برضو شويه في اوريفلام، لما بعوز اجيب حاجه بجيبها اول يوم في الشهر في اول ساعات من الكامبين، لان الحاجه بتخلص بسرعه جدا. فلو بتعملوا اوردر دايركت من الشركه، اتاكدوا ان انتوا بتعملوه في اول ساعات من الكامبين علشان خاطر تلحقوا الحاجه اللي انتوا عايزينها. برضو استنوا المشتريات بتاعت شهر 6 من ايفون، اول ما تجيلي هعمل لكم بيها انبوكسنج على طول، لان في شويه حاجات انا بجد هموت واجربها. واستنوا بقى الفيديو الجاي مشتريات غريبه جدا من امازون، منها حاجات للسكين كير وحاجات للهير كير. استنوني في فيديو جديد، اتمنى ما اكونش طولت عليكم. باي باي.